ولكن أنت اليوم عامل قمة عربية يعني أسميتها بلم الشمل، ولم تستطيع استقبال وزير الخارجية المغربي. انتم ماشي ناس نورمال، ماشي ناس نورمال، انتم مرض، انتم مرض وفيكم لاغوفوبيا. ما حدث يؤكد على انه النظام الجزائري للاسف الشديد يواصل استفزازاته للمغرب. بدخل وزير الخارجية بوريطة، مجموعة كبيرة من الصحفيين بدون تنظيم بدون اي شيء. اول القصيدة كفر. اذا اردت ان تتعلم الحنكة الدبلوماسية فانظر وشاهد وتمعن بصمت الدبلوماسية المغربية. للأسف الشديد تفاءلنا خير عندما قالت الجزائر بأن القمة العربية التي ستعقد في الجزائر ستكون قمة لم الشمل، لكن تفاجأنا بأن الجزائر لم تحترم البروتوكول والدبلوماسية الدولية. يعني بالله عليكم، كيف لوزير خارجية يمثل بلد عربي مهم، يمثل المملكة المغربية، عضو في الجامعة العربية ومن أهم الدول في قارة إفريقيا، رغم اختلاف الجزائر مع المغرب من جانبها. يعني ليس ببعيد قامت الجزائر بقطع علاقاتها مع المغرب بدون أي سبب، قامت بقطع أنبوب الغاز، وقامت بإغلاق الحدود، وقامت. على عكس ذلك المغرب لا يكن إلا كل الاحترام والتقدير للجزائر، ودائما نرى بأنه جلالة الملك يعني عبر خطاباته يقول نمد أيدينا لإخوتنا الجزائريين، وليس هناك مشكلة بيننا وبين أشقائنا الجزائريين، ونعم لفتح الحدود، ونعم لعودة روابط الأخوة والمحبة وإلى آخره. كثيرا يعني ما نشاهد خطابات جلالة الملك يعني التي دائما نرى وجود للجزائر بالخير. المغرب يرحب دائما بالجزائريين أشقاء ضيوفا أعزاء في بلدهم المغرب. فكيف بالله عليكم بلد يستضيف القمة العربية في بلده ويأتي وزير خارجية يمثل المملكة المغربية ولم يتم استقباله من خلال وزير الخارجية الجزائري؟ كيف يعني أنت اليوم عامل قمة عربية وما بتستقبل دولة مهمة جدا بحجم المغرب؟ طيب ما انتم كنتوا قاطعين العلاقات مع المغرب، وعندما جاء وزير العدل لتسليم الدعوة الرسمية لجلالة الملك من أجل الحضور القمة العربية، قام الوزير الخارجية ناصر بوريطة باستقبال هذا الوزير من بوابة الوزارة. يعني حتى انكم برغم قطعكم للعلاقات مع المغرب إلا أنه قام هذا الوزير باستقبال وزير العدل ورحب به، ويعني قام بكل ما يمكن تقديمه من واجب ضيافة. هكذا يكون الاحترام، هيك بيكون الأصول، هيك بيكون القمة بالتعامل وبالأسلوب. وهذا بيأكد تعامل المغاربة مع كل الضيوف سواء كانوا سياسيين أو فنانين أو من عامة الشعب، بيرحبوا به وبيستقبلوه وبيقدموا له كل واجب الضيافة. ولكن أنت اليوم عامل قمة عربية يعني أسميتها بلم الشمل، ولم تستطيع استقبال وزير الخارجية المغربي. يعني بالله عليكم وزير الخارجية موريتانيا يقوم باستقبال ناصر بوريطة. يعني هذه ما بنقدر نقول عنها انه هفوة او خطأ، لانه كل شيء محسوب. لازم تكون مركز، انت عامل قمة عربية تستقبل زعماء الدول العربية، وكل وزير يمثل دولته ويمثل بلده، يعني لا مجال للأخطاء. يعني لو كانت مثلا هذه هفوة قلنا تمام، ولكن اليوم ما حدث يؤكد على أنه النظام الجزائري للأسف الشديد يواصل استفزازاته للمغرب. وبعدين شو الفوضى العارمة هاي من قبل الصحافة؟
بدخل وزير الخارجية بوريطة، مجموعة كبيرة من الصحفيين، بدون تنظيم، بدون أي شيء. أول القصيدة كفر. يعني كثير من الأشياء صارت للأسف مخزي جدا. طبعا أكيد بدنا نتكلم عن موضوع القناة الجزائرية اللي قامت بعرض خريطة الدول العربية وقامت بقطع الصحراء المغربية من خريطة المغرب. شو يعني؟ هذا الموضوع رح نتكلم عليه فيما بعد. هذا الشيء مقصود. وبعدين نصر بوريطة خلال اجتماعه رفض هذا الموضوع رفضا قاطعا، وقال بأنه يجب وضع خارطة المغرب كاملة بصحرائها. وبالفعل يعني أصدرت الجامعة العربية بيان تعتذر فيه عن هذا الموضوع، وقالت بأنه القناة الإعلامية يعني ما بتربطها علاقة بالجامعة العربية. ما علينا، حنتكلم عن الموضوع هذا فيما بعد ونحكي عن تفاصيل. ولكن إذا أردت أن تتعلم الحنكة الدبلوماسية فانظر وشاهد وتمعن بصمت الدبلوماسية المغربية. يعني اليوم ناصر بوريطة من قلب الجزائر خلال الاجتماع بوزراء العرب يدين تسليح إيران لجبهة البوليزاريو بعد ما قامت بتسليحها بطائرات الدرون. وحاول طبعا رمضان العمامرة انه يقاطعوا ويمنعوا، ولكن ناصر بوريطة قال له لا يحق لك يعني الغاء هذا الموضوع او رفضه، لانه هذا ملف بيتم طرحه وبيتم التصويت عليه من خلال وزراء العرب، وهذا ما تم بالفعل وتم التصويت عليه وسيتم يعني طرحه في اجتماع القمة العربية. بالنسبة لموضوع القناة الجزائرية 24 على ما أعتقد ما تم نشره على هذه القناة من خريطة غير مكتملة للمغرب مرفوض دوليا وعربيا ومغربيا. وكيف ما قلنا انه بوريطة طالب الجامعة العربية بتقديم الاعتذار فورا للمغرب، وبالفعل قامت الجامعة العربية نشر بيان اعتذار كيف ما بتشوفوا، ويعني نفت علاقتها بهذه القناة. واحنا بنعرف انه هاي القناة تتبع للنظام الجزائري اللي للأسف الشديد يعني في كل مرة بيحاول استفزاز المغرب. وطبعا الجامعة العربية طالبت القناة بسرعة الاعتذار للشعب المغربي، وبكل تأكيد سيتم وضع خريطة المغرب كاملة بصحرائها. الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الموضوع لا جدال فيه. في فيديو ضحكني جدا لوزير الخارجية رمضان العمامرة، قال لك إنه إحنا يعني بنساعد الدول اللي بتحتاج واللي اقتصادها ضعيف، وإحنا لا نتدخل في شؤون الدول، ونحن يعني سبحان الله النفاق بعينه. النفاق بعينه. يعني أنت اليوم تحتضن جبهة البوليزاريو وتدعمه بالسلاح بهدف تقسيم المغرب، واليوم تقول أن الجزائر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ومش عارف. خلينا نتابع الفيديو مع بعض. فينبغي إذن أن نساعد هذه الدول الشقيقة والشعوب التي تعاني من صعوبات ظرفية اقتصادية كانت أو سياسية أو أمنية، مع إعلاء مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل الدول، مع احترام سيادتها واستقلالها ووحدتها الترابية. كما تدعو الجزائر إلى تفعيل هذه المبادئ الأساسية في إطار هيكلة علاقاتنا مع الدول الجوار التي تقاسمنا
الانتماء إلى الحضارة الإسلامية أو جغرافيا إلى القارة الإفريقية. الزملاء الأفاضل، سيداتي سادتي، إن العمل التحضيري المنوط بنا اليوم يظل على قدر كبير من الأهمية. يعني للأسف الشديد ما قاله يعكس كل ما يقوم به نظامه الحاكم بالنسبة للمغرب. وطبعا يعني تخيلوا أنه الدولة العربية الوحيدة التي تعترف بسيادة إسبانيا على سبتة ومليليا، وبقول لك يروحوا يرجعوا سبتة ومليليا. طب ما انتم يا جماعة الخير الدولة العربية الوحيدة اللي بتعترف انه اسبانيا لها السيادة على سبتة ومليليا. يعني شو بدك بالله عليك؟ وبتقول لي قمة لم الشمل. طيب في فيديو شفته للصحفي الجزائري وليد كبير كان بيتحدث بحرقة يعني عن الأسلوب الغير مبشر بصراحة بالخير من قبل الجزائر، وخاصة عدم استقبال رمضان العمامرة لوزير خارجية المغرب ناصر بوريطة. خلونا نشوف مع بعض شو قال الصحفي وليد ونرجع تاني. يعني بكل صراحة انتم الناس عاقلين وفي عقلكم، انتم الناس نورمال، انتم ماشي ناس نورمال، ماشي ناس نورمال، انتم مرض، انتم مرضوا فيكم لاغوفوبيا. النهار اللي مشى عبد الرشيد طبي وزير العدل باش يسلم الدعوة الرسمية لجلالة الملك، استقبله ناصر بوريطة عند الباب نتاع الوزارة. شوفوا الناس اللي مأصلة واللي عندها علاش تحشم، اللي عندها علاش تحشم. ناصر بوريطة تاني كان قادر يستناه سوا الفوق، سوا ما يستقبلاش خلاص، سوا الجارديني يستقبله. علاش رحتوا رسلتوا كاع داك وزير العدل ورحتوا بهدلتوه وقدمتوا الدعوه؟ كنتوا تجوا غير عند زوج بغال وتقيسوا البريات تحت البارير تاع الحدود، على خاطر ما تحشموش نتوما. كان قادر نصر بوريطة ما يستقبلاش. بصح المغاربه رجال، المغاربه مأصلين، والجزائريين الشعب الجزائري ماهوش هما نتوما. الشعب الجزائري اصيل وكريم. الشعب الجزائري ما كيفاش هذه واحد يجي عندك ما تستقبلاش؟ وين صرات هذه؟ وين صرات؟ شكون نتوما ديال الجزائريه؟ نتوما ماشي جزائريين، نتوما مانيش عارف منين جايه التصيله نتاعكم. ما عندكمش الاصل وما تحشموش. بصح ربي دائما يعطي الواحد على حساب نيته. وهنا غادي ندير لكم كومباريزون باش تشوفوا هذا النظام الارغن كيفاش ما يحشمش. شوفوا كيفاش كيوصل ناصر بوريطة رغم انه ما استقبلاش هذا جو سي با منين جاي، رغم انه ما استقبلاش. شوفوا ناصر بوريطة كيفاش جوط. يعني كيف ما شفتوا طبعا وليد كان جدا مستاء من عدم استقبال رمضان العمامرة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. وطبعا تحدث عن الفوضى العارمة من الصحافة، وتحدث عن أشياء كتير. وطبعا يعني قارن ما بين استقبال ناصر بوريطة لوزير العدل، وقارن كيف اليوم يعني وصل بوريطة للجزائر ولم يقوم باستقباله أي من السياسيين الجزائريين، وبالعكس ما قام باستقباله هو وزير الخارجية الموريتاني. إذن يعني البداية لا تبشر بالخير. يعني من خلال ما شاهدناه اليوم من استقبال وزير خارجية المغرب والفوضى العارمة واقتطاع خريطة المغرب وإلى آخره، هذا لا يبشر بالخير. عموما وصلنا لنهاية الحلقة، ونترقب بصمت يعني القمة العربية التي ستعقد في 1 و2 نوفمبر. تحياتي لإلكم. أبو طربوش فلسطيني مغربي، دائما وأبدا القدس فلسطينية والصحراء مغربية. إلى اللقاء.